فترة من الفترات كنت شغال مع ناس بتقدم خدمة بطريقة حلوة جدًا، ولكن المنافس بيقدم نفس الخدمة بس بسعر أرخص. قعدنا نتخانق بالأيام جوه غرفة الاجتماعات وعلى ترابيزة واحدة، علشان في مجموعة بتقول إن إحنا نقلل في سعرنا، وفي مجموعة بتقول إن إحنا نفضل ثابتين على سعرنا. دلوقتي أنت في حرب في دماغك، هل لو أنا في منافس ليّا بيقدم نفس الخدمة بس بسعر أقل، أقلل في خدمتي والّا أزودها؟ السؤال ده أصلًا غلط، لإن الإجابة دايمًا في القيمة اللي أنت بتقدّمها، والثقة اللي أنت بتبنيها مع العميل، لإن العميل ما بيدّكش فلوس مقابل خدمة، العميل بيدّي لك فلوس مقابل قيمة وجودة. فالسؤال هنا، هل أنت بتقدّم القيمة اللي تستحق السعر اللي أنت بتقوله والّا لأ؟ والسؤال التاني، هل سعرك مناسب والّا لأ؟ تقول لي يعني إيه سعري يكون مناسب؟ يعني سعرك مناسب للفئة اللي أنت بتستهدفها والّا لأ؟ سعرك مناسب للمجتمع اللي أنت عايش في وسطه والّا لأ؟ سعرك مناسب مقارنةً بالmarket اللي أنت فيه والّا لأ؟ اللي بيحطك في السوق ويخلّيك تجري خطوتين قدّام مش إن سعرك يكون غالي ولا إن هو يكون رخيص، اللي يحطك في السوق خطوتين 3 قدّام إن 10 عُملا بس يثقوا فيك، واللي بيحطك في السوق ويخلّيك تمِد خطوتين قدّام إن سعرك يكون مناسب مقابل القيمة اللي أنت بتقدّمها. ولو عايز تجري 10 خطوات مش خطوتين 3 لقدّام، بجانب إن أنت تعمل لي follow وتعمل like وتبعته لغيرك والكلام ده، هو إن أنت تهتم بالعميل وتدّي له القيمة اللي هو بيحلم بيها، وساعتها سعرك هيكون مناسب.